بص انا مش عارف اجيبها لك ازاي، ولكن شايف الكلمه دي ما بنقولهاش concern. طيب دي جرب تقولها، ما بنقولهاش برضو contain. وعلى فكره انا هنا مش بكلمك على accent معينه، ولكني بكلمك على proper pronunciation او النطق الصحيح اللي غيره يعتبر غلط. فركز معايا كده واعمل سيف للفيديو ده عشان نتعلم فيه قاعده مهمه جدا جدا هتنقل مستواك 180 درجه في النطق. بص يا سيدي، في قاعده في الانجليش مهمه قوي بتقول لك ان المقطع CON له طريقتين يتنطقوا بيهم، مش طريقه واحده بس. ممكن تقولهم con او كن. اكتب معايا وردد، ممكن تقولهم تاني con او كن. هقول لك على التركايه بكل بساطه، وكمان هتتدرب معايا وتسمع نيتيفز وهم بيقولوا الكلمات دي، وفي اخر الفيديو في هديه ليك. تعال نبص على الكلمات دي كده وقول لي تفتكر هل ننطقها con ولا كن؟ في الحقيقه كل الكلمات دي هننطقها بالمقطع كن وليس con، هنقول كن. طب ليه؟ علشان يا سيدي في حاجه اسمها ستريس او التشديد. فبيقول لك بقى في القاعده دي ان لو التشديد دوت مش على con يبقى هنطقها كن. تاني، لو التشديد او الاسترس على المقطع التاني في الكلمه او اي مقطع تاني، ففي الحاله دي مش هقول CON، مش هقولها con ولا con، ولكن هقولها كن. كن. فهنا مش هنقول consume ولكن هنقول consume. consume. شايف النطق اختلف ازاي من consume ل consume؟ consume. فكلمه عميل ما بنقولهاش consumer ولكن consumer. consumer. ما تقولش بقى control ولكن control. control. تاني control. اما دي فمش هنقولها contain ولكن contain. contain. تحس كده ان انا بجري على المقطع الاولاني ولا كانك سامعه. جرب بقى تقولهم معايا. consume، control و contain. عاش جدا. طب الكلمه دي تفتكر هقولها connection؟ عاش جدا. لا، ولكن هقولها connection. والكلمه دي كتير قوي بينطقوا غلط وبيقولوا confirm، ولكن الصح confirm. 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 واما الكلمه دي جرب انت تقولها الاول. عاش جدا. concern. 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 تاني يا صديقي، الزتونه بتاعت الجزئيه دي، لو الستريس جه على اي جزء غير CON هنطق CON كن. واستنى هقول لك ازاي تعرف الستريس على انهي مقطع. تعال بقى نبص على الكلمات دي وقول لي تفتكر هننطقها كن ولا الصوت التاني؟ ها، مين فاكره؟ عاش جدا. بننطقه con. فالكلمات دي هننطقها كلها con، زي on on. وكل الكلمات دي هننطقها بالمقطع كان عشان الاسترس وقع عليها هي، مش على المقطع التاني. فهنقول هنا مثلا concept، مش هنقول concept ولكن concept. ليه؟ لان الاسترس على الجزء الاول. ودي confident. confident. ما تقولش بقى confident. confident. ولكن لو قلت confident برضو هي صح بس في البريتش اكسنت. ودي هنقولها concert. concert. concentrate. concentrate. controversial. 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 والكلمه الاخيره هنا context. context. وبما انك بتتفرج على الانجليش تابس فخليني كمان اقول لك تip هنا مهمه قوي. ساعات نفس الكلمه بننطقها con وساعات كن، وده على اساس excellent الستريس. فعندنا كلمه مثلا زي دي، لو هي جت كناون بمعنى مسابقه او تنافس فبنقولها contest. contest. فالاسترس على المقطع الاول لان هي ناون. اما لو حولناها وخليناها فيرب فبنقولها contest. contest. يتنافس. contest. 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 ادخل بقى على اي ديكشناري كده انجلش واكتب فيه اي كلمه، هتلاقي العلامه دي. العلامه دي بتقول لك الاسترس على المقطع اللي معاها، المقطع اللي بعدها مش اللي قبلها. زي الكلمتين دولت، بص هنا العلامه فين وهنا العلامه فين. فهنا قلنا contest وهنا قلنا contest. ممكن في الكومنت سيكشن تكتبوا لي شويه كلمات فيها المقطع ده CON وقولوا لي هل تفتكروا هي بالكون ولا الكن، وهقول لكم صح ولا لا. والمفاجاه او الهديه هي سيب كومنت بدوس انجليزي او تم، هبعت لك مصدر قوي جدا تقدر تذاكر منه سيلف ستادي وتعلي مستواك. وممكن طبعا تسالنا عن كورساتنا التفاعليه اللي هتفرق جدا في مستواك. كان معاك احمد ناصر من انجلش تابس، وسلام.